انا جبت جهاز جديد. طيب قبل اي حاجه كده، قبل ما نبدا في اي حاجه او اي كلام، انا حابب انك تدعي لوالدي بالرحمه والمغفره. كان السنه اللي فاتت دي كانت صعبه عليا شويه، كان فيها مشاكل كتير وكده. وطبعا انت اكيد لاحظت حاجه زي ديت، ان انا كان في شويه مشاكل، او ان احنا كنا بنغيب وبنقطع وبنيجي بعد فتره. وتاني حاجه برضو الا هي ان انا كنت مشغول بالوحش اللي ورايا ده. ايوه، هو ده الجهاز اللي ورايا، ده الجهاز الجديد. مبدئيا كده، الفيديو ده هيبقى بص، انا عايز اقول حاجات كتير قوي، يعني في حاجات كتير قوي عايز اتكلم فيها، بس اهم حاجه او اهم حاجتين الا هو يعني خطه القناه المستقبليه. المعلم اللي ورا ده هنتكلم جبته ازاي، إيه قصته، ايه بدأ ازاي اصلا، ليه غبت، هستفيد في الموضوع اكتر، فاهم؟ وايه، وهنتكلم في حاجات كتير يعني. بس فالفيديو ده رايق، عايز خربوش شاي، خربوش شاي معتبر، تمام؟ تجيب لك خربوش شايك، تابعني على وسائل السوشيال ميديا بتاعتي، و سيبك مع الفيديو. طيب تعالى نتكلم في المفيد بقى. ايه اللي حصل على مدار السنه دي، عشان الناس كتير ما تعرفش، او الناس اللي مش متابعه الديسكورد تحديدا، فاهم؟ انزل تابع الديسكورد يا جدعان، عشان بينزل عليه حاجات ما بتنزلش على اليوتيوب، فاهم؟ يعني اللي اصلا متابع الديسكورد عارف ان انا جبت الجهاز ده اصلا. ايه اللي حصل ببساطه؟ انا بدات القناه دي في شهر 6 تقريبا، 2026. طبعا زي ما انتم عارفين بعد ما القناه القديمه قفلت يعني. طيب ايه اللي حصل؟ انا لما بدات القناه كانت الامور طبيعيه، اوكي. كانت الامور طبيعيه، اوكي، الدنيا شغاله، فاهم؟ بنزل فيديوهات بتجيب ريتش بتاع، والدنيا كانت ماشيه زي الفل لحد شهر، من بداية شهر 8 لحد شهر 9. تمام. والدي تعب شوية، والتعب ده اشتد، ومن غير خوف في تفاصيل الموضوع، تفاصيله كتير قوي يعني. قعدنا سنة لحد شهر 7 اللي فات، لحد يوم 26، لحد يوم الوفاة يعني. وإيه، فنزلت على الديسكورد برضه إن أنا هقطع شوية، ونزلت هنا برضه في المنتدى بتاع اليوتيوب. وطول الفترة دي الواحد كان في تخبط، يعني كان في بقى مجهود، تصوير مع شغل مع دراسة مع حاجات كتير قوي كانت مؤثرة على الواحد يعني. فده اللي كان بيحصل الفترة الأخيرة. الحمد لله حاليا الوضع أحسن بكتير، فإن شاء الله هنرجع ننتظم. الحاجة التانية بقى اللي كانت معطلاني برضو ألا وهي موضوع حلقة النهاردة، ألا وهو المعلم ده. في البداية أنا أصلا اللي كنت بحكي لك عن موضوع أبويا ده عشان تفهم، ده هنستخدمه في سياق الحلقة يعني. دلوقتي أنا من شهر 6 كنت عايز أطور الجهاز. طيب أطور الجهاز ليه؟ إيه ببساطة إن الإمكانيات بقت قديمة شوية. كنت بفكر كده، انا المواصفات الاساسيه القديمه اللي كانت عندي كانت معالج كان كورو اي 5 10 400 اف، تمام. بورده زد 590 طاف جيمنج، كانت بورده جامده قوي، بورده حلوه. كارت كان عندي 16 60 سوبر في الاول، وبعدين بعته جبت 30 70 رامات 16. كان كيسه وباور ان اكس 292، وكان معاه 650 واط باور. فكانت الدنيا مش احسن حاجه يعني، فاهم؟ اللي هو كان الموضوع ايه، معقد. في وقتها انا الصراحه كان المخطط في دماغي ان انا مش هبيع البورده، يعني مش هجيب منصه جديده، هخش على نفس المنصه الا وهي الجيل 11، واجيب اي 7 11 700 كي وخلاص، مع نفس بقى الكيسه والدنيا زي الفل دي، انت فاهم. قعدت احسبها، قلت انا هحتاج كولر، تمام، وهحتاج باور سبلاي جديد، لان انا معايا كارت نوعا ما يعني قوي، وكارت ومعالج بيسحب بواط اعلى. فقلت انا هحتاج باور. طيب الحل التاني بقى اللي ظهر، الحل السحري بقى اللي الناس كلها اصلا كانت بتقوله لي يعني: بيع الكومبو اللي معاك، البندل اللي معاك، وهات اي 7 او اي 5 معلش 16400 اف. او في ناس اصلا حتى كانت بتقول لي هات ال 14400 اف او 13400، يعني 10 كور اداء افضل، فاهم؟ وهيبقى احسن في المونتاج وكده. وانا كنت عايز ده مستخدمي، لان انا اصلا بشتغل في المونتاج، بشتغل كاديتور. ففي البدايه كده قلت، قعدت افاضل بقى، نجيب انهي لحد ما استقريت في الاول ان انا هجيب ال 11700 كي. قلت مش عايزين نبيع الكيسه بقى، فاهم؟ وبتاع بقى شغلانه، وهنجيب بقى البورده وكده، لا ده حط ركب، فاهم؟ لحد وقعدت احوش فلوس كده لحد ما حصل الواقعه بتاعت ان ابويا تعب، واضطريت ان انا اجل حوار بقى التطوير ده، الابجريد ده خالص. قلت هاجل شهر شهرين كده لحد ما هو يعني الموضوع اكيد يعني هيبقى كويس يعني، وهيفوق بعدها، الموضوع مش هيطول. لكن الصراحه العكس اللي حصل، وان الموضوع ما كانش سهل خالص يعني. التعب وزاد، قعدنا كذا كذا شهر حتى بعد الشهرين دول، لحد ما نوعا ما وصلنا لمرحله كنا في السويت سبوت. وقلت ماشي بقى، انا هخش اشوف اسعار الحاجه ونبدا يعني واحده واحده، الموضوع ان شاء الله هيبقى احسن يعني. لما دخلت بقى غيرت الخطه، عملت تشينج بلان. كان وقتها كنت عايز اجيب رامات صراحه دي ار 5. ليه يعني؟ كانت سعرها قبل ما تغلى، يعني قبل ما يحصل بقى القفزه كانوا بيقولوا ان الرامات هتغلى. فانا قلت ممكن نجيب الدي ار 5 بدري يعني. والمهم قلت خلاص انا هجيب ال 14400 اف او 13400 اف مع بورده اتش او بورده بي، فاهم؟ والدنيا تبقى زي الفل في السكينه في الحلاوه كده، ومش هنضطر نغير الباور ولا الكيسه.
حصل حاجه تانية برضو، ابويا تعب زياده، فاضطريت برضو ان انا المره التانية ان انا اجل الموضوع لحد شهر يناير لحد مارس كده. الفتره دي كانت فتره غريبه، كان ابس اند داونز جامد قوي. الفتره دي كنت شفت اسعار المعالجات، كان سعر الاي 5 ال 14400 اف حاليا هو سعره زايد عن الثمانية، بيبدا من 8، ما اعرفش ليه، ما اعرفش هو اصلا زادوا امتى، انا مش عارف. عقدت النيه ونويت اشتري، بس الاول بصراحه بقى عملت استثمار تاني كده، الا هو الكورس اللي انا قاعد عليه ده. قشطه، كان مهم لان عشان ظهري كان بيوجعني. وبرده لتالت مره كنت حوشت واشتريت وهشتري ولسه هنابجريد بقى والدنيا زي الفل. حصل برضو يعني ابويا اشتد تعبه زياده، اضطريت ان انا اجل لحد رمضان كده، لحد ما خلاص بقى عقدت ان انا ايه هشتري، انا هشتري خلاص. فعليا كان فعليا بقى الجهاز ابتدى يجيب اخره. الجهاز يا جدعان بص، انا كنت فاشخ الجهاز بتاعي، لو كان له بق كان زمانه شتمني يعني. ومعلومه ليك، لو انت اديتور تفهم ان شغلك ابتدى يتطور لو انت جهازك تقل، لو انت امكانيات مونتاجك الجهاز بتاعك بقى ما عادش بيستحمل المونتاج بتاعك، يبقى انت كده ايه اتطورت. فانا كنت وصلت للمرحله دي، الجهاز خلاص ما عادش مستحمل. وقد كان قلت خلاص انا هطور، نعدل الشنب بس معلش. وانطلقنا في الرحله بتاعتنا من شهر 6، امتحاناتي، بداية امتحاناتي. وهنا بقى انا حابب احكي لكم بقى عن الجزء التاني من الفيديو، الا وهو اهم صديقين ليا في هذه الرحله. اول صديق الا هو الاي اي، سواء شات جي بي تي او جيميناي. دول انا ركنهم على جنب، كانوا اصدقاء الرحله. الرحله دي امتدت على شهرين. تاني صديق بقى، وده بقى اللي انا حابب اعلن عنه في فيديو النهارده، الا وهو موقع برايس انجن. الموقع ده يا جدعان انقذ حياتي، يعني مش انقذ حياتي، الموقع ده اكتشاف. اللي ما يعرفش ايه برايس انجن، ده موقع بيعرض لك كل الاستورات اللي في مصر الاونلاين اللي بتبيع حاجات الكترونيات. ابسطها لك، دلوقتي انت عايز تشتري مثلا كارت شاشه، ولنقل مثلا ايه 50 60، فانت بقى هتقعد بقى تخش تدور على كذا موقع بقى وتشوف اشهر المواقع. لو انت دخلت على برايس انجن وكتبت ار تي اكس 50 60 في السيرش، هيجيب لك كل الاستورات الاونلاين اللي مسجله على الموقع، اللي عارضه الكارت من اقل سعر لاعلى سعر. وقيس على كل ده، وقيس بقى على ده كل حاجه في الهاردوير تقريبا، كيسات، باورات، بوردات، كل حاجه، رامات، حاجات بره البي سي اصلا، الموبايلات، اكسسوارات للموبايلات، حاجات للكونسولز، دراعات، كل حاجه تتخيلها، فاهم؟ فالموقع ده كنز بجد ان انا اكتشفته يعني. فالمهم الرحله ابتدت على مدار شهرين. قعدت بقى عملت برين ستورمنج للقطعه اللي انا عايزها. في الاول انا كنت عايز بورده نفس البورده الزد بتاعتي، اللي هي البورده الزي دي اللي كان عندي زد 590 تاف جيمنج فيها واي فاي 6، وكان بورده فشيخه يعني. فانا كنت عايز بورده دايما بنفس المواصفات. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان بعد كده ابقى اطور عليها المعالج، لان انا كنت ناوي ان انا اجيب اي 5 14400 اف زي ما انا قلت لك، وكنت محدد بادجت. طبعا البادجت ده اتفشخ يعني، الجهاز زاد عن البادجت ده بزياده. كنت قلت ان انا هقعد على الستوك كولر بتاع المعالج وبتاعه لحد ما نبقى نطور في المستقبل يعني. لكن بعد شويه كلام مع شات جي بي تي وجيميناي والناس ديت، رشحوا لي ان انت فاهم ايه. انا في الاول كنت هجيب دي دي ار 5 بعد ما الرامات غليت، فاهم؟ بس اللي حصل ايه يا معلم، ان زي ما انا كنت فاكر ان مفيش بوردات دي دي ار 4 يعني عاليه زي زد مثلا او بي محترمه، كنت فاكر ده لا مش موجود، لحد ما جيميناي فوقني وقال لي لا موجود عادي يا باشا، فاهم؟ موجود عندي جوه. فاكتشفت فعلا ان في بوردات زد وبوردات بي عاليه فيها دي دي ار 4. فانا عينيا لمعت بقى، عينيا لمعت، قلت اوف شكلنا هنطلع دي دي ار 4 ونجيب واحده دي دي ار 4 كده، فاهموا ايه، ونوفر تمن الرامات ونجيب معالج احسن. وقد كان بعد شهر تقريبا من بدايه الحوار ده، او مش شهر، كام اسبوع كده، في فحص وتدوير وفي كل الميزانيات على كل القطع، وطبعا دخول على برايس انجن بالاربع مرات في الساعه. فما كنتش بحل الموقع حرفيا، كنت بخش بقى على الموقع اشوف اسعار القطع، كل البروسيسورز، البوردات، الرامات. عينيا تلمع، ده في حاجات اسعارها حلوه قوي، وفي مواقع حلوه كده. طب ما احنا ممكن نعلى شويه على ال 14400 وممكن نجيب ال 14600 كده، هيبقى وحش. وفعلا يعني حسبت الميزانيه مع شويه زق كده ممكن تجيب. اول حاجه كنت عايز ابدا بيها هي المعالج. قلت احنا هنضطر نجيب باور، فبما اننا هنجيب باور هنضطر برضو نجيب كولر. طيب ايه الخيارات اللي موجوده في الكولر؟ كولرز كلها حلوه. كنت اجيب اير كولر وجبت اير كولر في الاخر، بس يعني ايه، اختيارات كلها كانت جميله، بس كانت في مشكله واحده، الكيسه.
الكيسه القديمه اللي هي ان اكس 292 دي اللي انا هوريكم صورتها، اقصى ارتفاع المبرد فيها 155 مللي. تقول لي انت عرفت ازاي واصلا خدت بالك من الحوار ده ازاي؟ دي حاجات انت لازم تاخد بالك منها. ما ينفعش تجيب اي قطعه مع اي قطعه، يعني ده من ارخم الحاجات اصلا في تجميع البي سي، هي حوار التوافقيه والكلام ده. هتلاقي شخروميت خازوق طالع لك كده، حاجات انت ما بتاخدش بالك منها اصلا. لقيت ان هضطر اجيب كيسه، حطيت برده كيسه في الاعتبار، قلت يا اما هنجيب يا اما مش هنجيب. بعد اسبوع بقى بصيت كده على برده، دخلت على برايس انجن وقعدت بقى افر في شويه معالجات تانية. لقيت بقى في معالجات كده ايه عاليه، اللي هي الاي 7 العاليه دي، اللي هي من اول الجيل ال 12 بقى فاهم، والاي 9 والحاجات دي. لقيت حاجات مستعمله يوزد من صفحه اسمها سوليد هاردوير، صفحه مشهوره يعني. ولقيتها مقاربه لسعر ال 14600 كي او ال 13600 كي، ان هما الاتنين زي بعض يعني. فقلت طب احنا ممكن نشطح بخيالنا اكتر، ممكن نجيب حاجه اعلى. ودورت زياده وقعدت احسب في الميزانيه. طب قلت خلاص انا هاجل شويه المعالج، ممكن اشتغل حاجات زياده كده تجيب لي فلوس لحد ما ايه، ما اقدر ان انا يبقى عندي ميزانيه يعني. لان انا قلت بقول لك ايه، سواء ده او ده، انا قعدت احسب بقى اقارن بين كل المعالجات، ومش هقول لك جبت معالج ايه، هقول لك في الاخر جبت معالج ايه، عشان ده هيبقى صدمه ليك. وقلت قشطه ماشي، هنشوف الكولر اللي ينفي يمشي معاهم، وفي نفس الوقت يكون بادجت قليل. فيا اما اير كولر في البادجت ده، انا كنت حاطط بادجت مثلا من 2000 ونص ل 3000 جنيه، يا اما اير كولر دول تاور حلو كده، يا اما ليكويد بس 240 مللي. طبعا في ب 3000 جنيه في كولات كده 360 مائيه بس من زجباتك، دي معفنه ما تجيبهاش. فاثناء ما انا كنت بسكرول على الفيسبوك لقيت في كولر كده خطف عيني، خطف اللي هو في الكيس دلوقتي ده. الكولر ده من مين؟ من اكس بي جي. الله، ماركه حلوه معروفه، فيها ار جي بي جامد، وفيها شاشه ليد كده بتعرض الحراره والقرايات، هي نفس اللي في الكيسه دي. ده اللي انا رسيت عليها في الاخر. الكولر ده الا هو الاكس بي جي مايسترو بلس 62 دي من اكس بي جي، ادرسبل ار جي بي طبعا، وفي شاشه ليد وبتاع. كولر جامد يعني، و2000 ونص ده رخيص قوي وحلو، دول تاور بيشتت لحد 250 واط. قلت هشتريه، وفعلا اشتريته. وده كان في تالت يوم تقريبا امتحانات. اشتريته منين بقى؟ انا من المنصوره طبعا، فاشتريته من جاما في المنصوره. جمض عامة وكيل معتمد يعني. خلصنا الكولر، نخش على ايه يا معلم؟ على البورده والمعالج، قصدي والباور سبلاي. انا قلت هسيب المعالج للاخر، مع ان ده المفروض يعني نجيب المعالج وبعدين البورده، بس يعني انا قلت هسيب المعالج للاخر. طبعا وانا ماشي مفيش فلوس، فبنجمع واحده واحده. عايز اشوف طبعا بقى في صفقات وحاجات جامده وانا مش عارف اشتريها، ودي حاجه يعني لو تعلمون شيئا فظيع. كملت لحد ما ايه، ما اخويا اقرضني شويه وجبت الباور سبلاي. انا في الاول كنت عايز اجيب الباور بس اجلته، وبالفلوس اللي خدتها جبت البورده. طبعا قعدت ادور في البوردات بقى، وده كان اوسخ حاجه في التجميع كلها. البوردات يا جدعان، مفيش بورده دي دي ار 4 محترمه في السوق تقريبا يعني. لازم عشان تبقى عندك بورده دي دي ار 4 محترمه، مفيش على برايس انجن غير حبه شويه، حبه كده من الاستورات الكبيره كلها بتبيع دي دي ار 4 دي دي ار 5. اللي بيبيعوا دي دي ار 4 حاجات معينه، زي مثلا الجيجا بايت الجيمنج اكس، هي حلوه بس مش هتنفع معايا للمعالج اللي انا ناوي اجيبه يعني، او للمعالجين او الثلاثه اللي انا بخير بينهم. فالحل لك ايه؟ ان انت تروح كده فاهم محلات بقى، فاهم ايه، محلات اللي هي ملاش ويب سايتس وبتبيع جديد على مستعمل، المحلات الرايقه دي. وهقول لك محل منهم في الاخر، ده اللي انا جبت منه معالج اصلا. فقعدت ادور لحد ما لقيت بورده حلوه قوي. هي للاسف بي مش زد يعني، لان بوردات الزد قليله شويه لدي دي ار 4. فلقيت البورده دي بي 760 ام اورس اليت دي دي ار 4 وجيم 5. هقول لك ايه الجيم 5 دي. البورده دي لقيتها ب 7600 جنيه. طبعا انا نسيت اقول لك، انا اشتريت الكولر ب 2600 جنيه. هسيب لك كل الاسعار طبعا في الوصف يعني وفي الفيديو يعني. اشتريت البورده دي بقى بايه؟ ب 7600 جنيه، صفقه قياسيه. البورده دي يا جدعان اشتريتها من اب تو ديت، وده من احد الاستورات المحترمه اللي انا لقيتها. الاستور ده كان في اسكندريه، انا ما كنتش اعرفه بس لقيته من بارس انجن، فعرفت الاستور ده. تقريبا ده ارخص استور في مصر تقريبا يعني. يعني لو دورت على قطعه جديده دايما بلاقي في التوب سيرش كده، في اللي هو اقل حاجه الستور ده اقل سعر. فسبحان الله، شاوت اوت للستور دوت، وستور محترم ويعني جميل يعني. المهم، والبورده دي بقى مميزاتها، هي بورده ميني بس فيها مكانين ان دوت 2، فيها هيت سينك ضخم فاهم للمعالج والفي رام في رام محترم 14 مرحله، 4 سلوت رام فاهم. فيها ار جي بي، فيها كل حاجه يعني، ما عدا الواي فاي بصراحه ما فيهاش واي فاي. اضطريت ان انا اركب كابل نت يعني. المهم جبت البورده وركنتها شويه حلوين بقى، لحد كام اسبوع كده، عدى كام اسبوع، 3 اسابيع باين، اسبوعين ونص، لحد ما عرفت اجيب الباور. وطبعا انا كنت ماشي بمدرسه ايه، اللي هو اجيب قطعه فاهم، اللي هو جبت قطعه، حوش فلوس هات قطعه. وده برايي من تقريبا افضل خيار متاح، افضل من انك تجيب كل مره واحده من محل. بس هشرح لك ايه الاختلافات بينهم، لان مش كل حاجه وارد يعني، بس ده في اخر الفيديو برضه. وجبنا الباور، والباور اللي جبته يعني في قصه ظريفه حصلت في الباور ده اقولها لك. بس يعني ايه، في الاول كده انا لما دورت في الباورات كان في باورات كتير قوي، بس اهم باور كيفني وعجبني قوي كان الباور ده،
اللي هو السي اكس كي دوت الباور ده من انتك. تقول لي باور من انتك؟ اقول لك انتك مش الشركات العريقه في الباورات عامه، يعني الباورات كويسه. الباور ده عامه سي تير، بس يعني هقول لك قصته. الباور ده 850 واط وسيمي مودلر. سيمي مودلر في السعر ده لما مفيش باورات اصلا تقدر تشيل كابلاتها، كلها ملحومه. كان صفقه بالنسبه لي كويسه، ملوش مراجعات كتير بصراحه، بس لما كنت بخش على ريدت يقولوا الباور ده سي تير وبتاع وشات جي بي تي برده كان مقلقني شويه من الباور، قال لي هو باور كويس هينفعك، لكن يعني يستحسن تجيب برضه حاجه تانية. فالمهم بصراحه انا كنت اشتري باور، انا كنت عزمت قراري لحد ما لقيت كده ايه حته من على الحبل. الباور ده كان سعره 3000 ونص، اللي هو بتاع الانتك ده. لقيت باور ب 4000 على موقع سيجما، اللي هو الباور الحالي اللي هو الكولر ماستر ام دبليو اي في 3 مودلر 750 واط 80 بلس جولد. التاني كان برونز. قلت اوبا، شكله حلو، شكله يجي منه. وكان في باور تاني من سونيك اللي هي افضل شركه باورات، بس يعني ايه قعدت اقارن بين الثلاثه بقى. طبعا الانتك 850 ده عليهم، لو حتى قلت جبت كارت اعلى مثلا من 30 70 حاجه 80 كده ولا حاجه يعني. بس في الاخر رسيت عن على الباور الكولر ماستر، لانه الصراحه باور مودلر وفرق 500 جنيه. باور جميل وكولر ماستر ماركه يعني افضل نوعا ما. وطبعا في 8 اكس بقى ال 3.1 والبي سي اي 5.1 اللي هي الحاجات بتاعت الجيل ال 4000 من الكروت ال 4000 من الار تي اكس دي، كانت موجوده برده في الباور الانتج، بس باور الكولر ماستر كان احسن. وقلت هشتري باور الكولر ماستر بال 4000 بلبل. وخلينا نجهز بقى عشان هنا حصل موقف يعني انا مش عارف صراحه. طلبت الباور والباور اتشحن من سيجما وجالي. الباور بثمنه كان 4000 جنيه. الباور وصل، العلبه مغايره شويه عن اللي شفته على النت، بس ماشي اكيد في كذا موديل. بس هو اللي هو الجولد 750 واط وكولر ماستر والاي بي دبليو اي الفي 3. افتح الاقي الباور نون مودلر، مش مودلر. اللي ما يعرفش يعني ايه مودلر ده يعني بتفك كابلته وتركبها. الكابلات بتتفك، فاهم؟ بتحط انت الكابلات اللي تلزمك. فقلت ايه ده، ايه العبط ده؟ طبعا ده بيبقى احسن بكتير في الكيبل مانجمنت وفي حاجات كتير قوي، يعني مميزات كتير. فقلت ايه ده، انا اتخزوقت ولا ايه، اتنصب عليا ولا ايه؟ قمت هوب رفع سماعه التليفون بكلم خدمه العملاء بتاعت سيجما، قلت لهم يرضيكم اللي حصل دوت، انتوا شركه زباله وما ينفعش حد يشتري من عندكم حاجه ومشكلتكم كترت. طبعا ما قلتلهمش كده، بس بافور يعني. كلمت خدمه العملاء كل ساعه يحولوا لي حد يقول لي طب احنا رفعنا طلبك للمراجعه، ما حدش يرد عليا. هو مكلم تاني لحد ما بعتوا لي على الواتساب وقالوا لي انا نعتذر عن هذا الخطا وهنبعت لك مندوب ياخد منك الباور ونعمل لك استبدال. قلت تمام. بعدها بقى ايه، قلت الباور ده اصلا موجود، سالتهم يعني عن الباور ده اصلا موجود، يعني اللي هو انا عايزه، لان هم بعتوا لي باور تاني هو نفس الباور بالملي، بس الفرق ان هو نون مودلر. هو في نسخه منه نون مودلر ونسخه مودلر. فقالوا لي لا هو اصلا مش متوفر. انا قلت ايه يا الله، انتش نفس الباور ده كان موجود في اسمها ايه دي، كومبيو ساينس، اللي هي المفروض برضو من ارخص الشركات في الاسعار ب 4700 جنيه. فانا قعدت العب الفار لعب في عبي. قلت في ايه في الموضوع، لقيت نفس الباور ده برضو بعدها باسبوعين بعد ما حسمت الموضوع عند البدر ب 4000 برضو، اللي هو المودلر ده. بس انا كنت غيرت كنت عملت حاجات في الباور يعني. فقلت ايه ده، قلت له طب خلاص انا هفضل على الباور الحالي ومش هرجع الباور. تسالني ليه؟ طب ما انت كان ممكن ترجع تاخد فلوسك. اقول لك صح انا قلقت يعني، لان الموضوع واضح ان هو في يعني هو واضح ان تقريبا بما انهم نفس الباور فقال لك نعمل نصابايه، نبيع الباور ده غالبا مش بيتباع كتير، نبيعه على اساس ان هو النسخه المودلر، ولما البائع يشتري نرجعه. تمام وقشطه يا باشا، نقول له ان الباور التاني مش متوفر وهو بقى يرجع ما يرجعش، هنكون بعنا الباور، هنكون بعنا كميه محترمه من الباور يعني. واعتقد دي اللعبه يعني اللي هم عاملينها، وتقريبا برضو البدر عملوها، فاهم؟ ما شفتش بصراحه. خلاص خدت الباور، هو باور محترم عامه، باور كويس جدا يعني، هيكون اكتر من كافي للدنيا اللي عندنا دي. خلصنا من حوار باور، فضل يا معلم الكيسه. هتقولي ليه كيسه؟ اقول لك لان المبرد اللي معايا ده ارتفاعه 165 قصدي، او 165 معلش، فهو محتاج إيه كيسه يعني. لا هو ارتفاعه 160 مللي، فمحتاجين كيسه مينيمم 165 مللي. ايه الكيسات اللي موجوده يا معلم؟ كيسات كتير قوي بقى، موديلات كتير. انا الصراحه في الاول كنت عايز كيسه عاديه، لكن طبعا بقى مع الريلز اللي بتظهر لك على الفيسبوك، التجميعات مع الناس اللي بتركب، قلت ما اقول لك ايه، ما نجيب واحده فيش تانك، ليه ما نجيبش او اكريليك بانوراما، فاهم كده يعني. وموجودين كتير عامه بسعر اقل من 3000 جنيه، فاهم؟ اهمهم كان الجيم دياز ديت، هوريك صورتها، كانت ب 2000 وشويه. كان في كيسه تانية من زيجماتيك اللي هي الكريستال ستورم، كان محمد سيح عمل لها مراجعه وحلوه، كانت جميله. كنت هشتريها الصراحه، بس الارتفاع بتاع المبرد بتاعها 160، فالازاز هيبقى حاجك في المبرد، فقلت لا يعني. وكيسه تانية بقى، في كيسه برضه تانية من زيجماتيك كانت الاقوى، في 7 ديت، كان فيها 7 مراوح، ارتفاع المبرد فيها 170، كانت فشيخه يعني. مشكلتي مع زيجماتيك في الكاسات بعيد عن انها ماركه اقتصاديه، الا ان المراوح الكابل بتاعها بيجي مغاير كده عن العادي يعني. باقي المراوح الار جي بي
بيه كابل للار جي بي وكابل بي دبليو ام عشان تشبكهم على المذر بورد وتعرف تتحكم في سرعه المراوح والار جي بي بتاعهم. عدد زجماتيك بيجوا مع بالهب بتاعهم والكابل بتاعهم، كابل متخلف عقليا يعني لو المروحه باظت مش هتتصلح، فاهم؟ هتغير المراوح كلها، فاهم؟ او لو هب حصل في حاجه هتغير المراوح كلها. والكيسه الثانيه الا وهي السيلفر ستون لوسيد 05 دي اللي انا استقريت عليها. الكيسه دي يا جدعان دمار. في الاول انا كنت عايز الصراحه بتاعت اللي هي الجيم دياز، كان فيها شاشه كده وبتاع، كان شكلها شيك يعني، بس برضه كان في مشكله برضه في ارتفاع المبرد، ده اللي كان مانعني يعني. الكيسه دي في خول دي ليها مميزاتها ودي ليها مميزاتها، بس الفرق ان السيلفر ستون المبرد فيه براح 173 مللي، تمام؟ ارتفاع فيها 3 مراوح اي نعم، بس فيها واسعه وشرحه وبرحه، وفيها هب كويس بيشيل حتى 8 مراوح. وكنت في ميزه كده بس ما جاتش مع الكيسه اللي معايا، ان في مكانين مروحه 80 مللي تحت بيبردوا على الباور سبلاي، بس ما جوش في الكيسه اللي طلبتها، ما اعرفش ليه الصراحه يعني. فيها مكانين الهارد، الكيتش بتاع الهارد، ومكان اس اس دي. كيسه كويسه قوي، والصراحه بعد ما جبتها دي اللي استقريت عليها، وبعد ما جبتها اكتشفت انها افشخ من اي كيسه في سعرها. انا اشتريتها ب 2700 جنيه. الكيسه يا جدعان رايقه قوي، رايقه بشكل رائع، ار جي بي فيها نضيف، واسعه وتركيبها سهل، ماجنتيك الازاز. الراجل اصلا اللي كان بيركب لي الجهاز قال لي الكيسه دي ما شاء الله فشيخه. وبس قعدنا تقريبا شهر من غير المعالج ده، كان القطعه الاخيره، لحد ما حصل بقى الفتره بتاعت ان ابويا تعب زياده بقى ويعني ايه متوفاه الله يعني، برضو اذكركم ان انتوا تدعوا لوالدي. وبس كنت بجمع في ثمن المعالج، وكنت هكمل ثمن المعالج عن طريق ان انا هبيع البورده والمعالج القدام اللي هم الاي 5 والزد 590. وقد كان قعدت بقى كتير قوي لحد ما اجيب المعالج ده. اول حاجه عرضت طبعا بتاع البيع، ما كنتش جمعت الثمن بالظبط، جمعت على الديدلاين على الاخر. وطبعا بقى ما رقم البيع في مصر، معلش انا هاخد منك دي على 2000 جنيه، عشان انا اللي جنبي في الشارع بيبيع ب 1000، بس انا مكسح مش عارف انزل اروح له، تمام؟ فلو انت عرض على 8000 ده كتير عليها. معلش يا اسطى، كنت عارض المعالج على 3000 جنيه، هو اصلا تمامه 3600 يعني، انا اصلا منزل عن سعره. جه واحد قال لي لا كتير، اخده منك على 2700. كنت عايز اشتمه بس احترمت نفسي، فاهم؟ وبقى انت فاهم بقى البيع في مصر زباله يعني. لحد ما استلفت شويه الفلوس دي، لحد ما يبيع الحاجات ديت استلفت الفلوس لحد ما يبيع الحاجات ديت عشان انجز، لان شغلي كان متعطل، لان اصلا كنت فكيت البورده والمعالج وبعتهم لواحد كده في بورسعيد، تاجر في بورسعيد يعني. وتمام انا برضو جبت برضو الكيسه من جوما عشان تكون فاهم يعني. طبعا بقى ايه، كنت منزل في وقتها اعلان بقول لكم ايه، قعدت اجمع في الميزانيه بقى واحسب، انا عايز اجيب معالج فحل، هو مش اي 5 16700 كي. انا مش هقول لك اسم المعالج، هقول لك اسمه في الاخر، هو معالج اعلى. فانا عشان اجيب المعالج ده، هو انك فكره انك كنت لاقيه كانت صعبه. في نسخه منه، هو طبعا في جيل 13 جيل 14، الجيل 13 مش هتلاقيه غالبا، الجيل 14 في منه جديد بس غالي، فانا كنت عايز اجيبه مستعمل. شفت باين واحده من المعالجات اللي أنا كنت عايزها على سوليد هاردوير برضه مستعمل، كان ب 15000. المعالج ده كان فحل بس طبعا ما كانش عارف وقتها. فانا عملت حاجه صايعه، الا وهي ان انا نزلت اعلان على فيسبوك في الماركت بليس، مطلوب معالج كذا او كذا، تمام؟ قلت هجيب المعالج يا ده على 15، هيبقى حلو قوي، هيبقى صفقه ايه لقطه، حتى لو ازيد سنه بسيطه يعني. وقد كان في ناس دخلت لي وبتاع، وفاصل بقى مع كذا واحد، طبعا ده في القاهره مش عارف ده في اسكندريه. كنت اروح الاول، كنت استقريت على معالج مع واحد في اسكندريه، كنت اروح له خلاص. بس اللي حصل المعالج ده كان النسخه الاقل، كان في النسخه الاعلى، انا كنت عايز النسخه الاعلى، كانت اغلى بس كانت افضل، فانا كنت اجيب النسخه الاقل. قشطه قشطه. كنت هسافر له اسكندريه خلاص، كنت عزمت قراري، هو كان مستعمل وكان معاه العلبه بتاعته. بس الراجل قال لي ايه، هقابلك على اخر الاسبوع الجاي، اللي هو الاسبوع الحالي يعني. قلت لا، انا كان شغلي متعطل ومش هلحق. كان في حد بقى كلمني قبلها بفتره وكان عرض عليا معالجين بس كانوا سعرهم غالي شويه، رجع بعدها كلمني وقال لي انت جبت المعالج؟ انا اصلا كنت نسيته. قلت له لا، هجيب ده من اسكندريه وسعره كويس. قال لي تمام الله يوفقك. بعدها قمت ساله انت المعالجين عندك بكام، لان بتاع اسكندريه قال لي اقابلك اخر الاسبوع اللي جاي وانا عنديش وقت يعني. قال لي اسعارهم تاني، رصيد اسعارهم. قلت له لا صعب، انا هروح مول البستان. هو الراجل كان متمسك بالبيعه قوي سبحان الله يعني. قعدنا نفاصل بقى، يقول لي طب مش عارف كذا، بس البستان غالي، طب انا ممكن انزل لك في سعره ونزل في سعر المعالجين. قال لي ده جديد وده مستعمل. المعالج الاقل كان جديد، المعالج الاعلى كان مستعمل بس كان تري من غير العلبه بتاعته. فقلت ماشي. الراجل ده في بنت تاجر في دمياط الجديده، فانا سافرت له دمياط الجديده. الكلام ده كان يوم الجمعه سافرت له دمياط الجديده وخلاص هجيب المعالج اللي هو الافضل بقى، كان سعره اقل وعازم بقى. بعد طبعا ما فشخت في حوار الفلوس، وكنت رايح على الحروق حرفيا، وخدت فلوس من واحد صاحبي يعني كنت شغال معاه مقدما كده على الفيديوهات عاملها له. وماشي خلاص هروح اجيب دوت.
ماشي هجيب المعالج ده. رحت اختبرت المعالج. كان في ستور اسمه ميجا ستور، وده برشحه لاي حد عامه هيروح دمياط الجديده. الستور ده يا جدعان كان جنب الموقف اللي انا نزلت فيه، تمام. ستور جامد، تستيت فيه، عملت فيه كل التستات اللي انا عايزها. كان الناس هناك لطيفه، وفي كل حاجه انت عايزها. الستور ده بقى من الستور اللي انا كنت بقول لك عليها في الاول دي، اللي هو اللي عنده الحاجات الحلوه الجديد والمستعمل، اللي هو بوردات دي ار 4 عنده كتير، وزد ورس اليت ورس ماستر بقى وارو جي وحاجات جامده يعني. عنده حاجات كتير حلوه قوي. فلو انت حد في دمياط ممكن يروح ميجا ستور ده دمياط الجديده. رحت هناك كنت استلم المعالج. في الاول الراجل كان تست المعالج قبل ما انا اجيله بساعتين، كان شغال زي الفل. لما انا اول ما جيت المعالج كان بيرستر. نو 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 وي دش. انا فرلعب في عبي. المعالج كان بيرستر، كان تقيل قوي، وكان حرارته 100. بنفتح الديسك توب بس في الحيط ديسك توب حرارته كانت 100 بس كده، من غير ما نعمل اي حاجه، مش فاتح، ما فتحتهاش ولا تيست واحد. حرارته كانت 100. وكان بيعمل ثروتلينج وبيقلل تردده. والكيسه اللي كان جايبها، الكيسه اللي كان لما يختبر عليها كان اصلا هو شاريها من واحد كان بايع كيسته. كان فيها بورده معفنه شويه، بورده بيه معفنه كده، وكان فيها كولر 240 مللي مليان ليه. الكولر كويس ككولر، بس طبعا مش نافع على المعالج ده، لان المعالج ده اصلا محتاج له اندر فولت. معالج وحش طاقه، وحش باور، وحش اضياء. فبدا يعمل ثروتلينج، والراجل اللي هيشتري منه التاجر وشه جاب الوان. قاعد يقول طب مش يمكن كذا، طب كذا، والراجل حرفيا بص كان هيحصل له حاجه. أنا متاكد كان هيحصل له حاجه. فاهم، يمين شمال. الشباب اللي كانوا في الصيانه اللي كانوا معانا، واحد كده عمل حاجه بالبنسه كده، قرت على مسمار تقريبا المبرد كان مفكوك سن على المعالج. فالمعالج ما جاش معايا، قالك لا، فاهم. واشتغل تمام، وعملنا التستات، والمعالج كويس وحلو شغال زي الفل. ولما جيت اركب المعالج، ركب عندي لما كنا بركب الجهاز عند الراجل اللي هو في المنصوره بقى، رجعت بالجهاز واشتريت المعالج وكان زي الفل. كان واصل التربو بتاعه وكان زي الفل، اي نعم وحرارته كانت فشيخه. كان زنق الكولر بتاعي كان زنق الكولر وقتك يا ضحك. الكولر لو كان له بق كان زمانه شتمني. بس فاهم، حتى الراجل كان مصدوم اصلا، وركبنا بتاع وكان شغال زي الفل، البورده كان كل حاجه تمام. لحد ما جيت هنا، طول ما انا راجع حتى من دمياط وانا راجع وانا جبت الجهاز وركبته، انا كنت في قمه سعادتي، كنتش متخيل ان انا جبت المعالج ده. والمعالج ده يا جدعان بقى، عشان انت خلاص انا عارف انتوا زهقتوا، هو لو انت اذا كنت ده اصلا ما قدمتش الفيديو عشان تعرف، المعالج ده يا جماعه هو الاي 7 14700 كي، الكي اللي هو من غير اف، الكي. المعالج ده انا جبته على كام؟ 15 ونص مستعمل. انت متخيل الرقم؟ الناس بتبيعه ب 20000 جنيه وارقام غريبه. انا جبته بسعر مميز، اصلا فصلت مع الراجل في المحل. ما اقولكش بقى، ما اقولكش عن العظمه. معالج 20 كور، 28 ثريد، بركان اي نعم. بس الصراحه اول ما روحت البيت بالظبط حرفيا عملت له اندر فولت واندر وات وكل الاندرات اللي انت ممكن تتخيلها، عملت له كل حاجه. المعالج عن بركان بيفشخ الحراره، حريق كهرباء يعني. هو اصلا حتى لو انت جبت له 360 مللي فشيخ بيوصل 100 برضه، لازم اندر فولت في اي، لو انت هتجيبه في اي حته لازم اندر فولت. ودي مشكله من انتل عامه. فعامه انا جبت المعالج وجبت الكيسه وركبت ودلوقتي زي الفل، ورجعت لكم اهو معالج جديد بقى، فاهم، الكواليتي احسن. بعيدا عن كواليتي الفيديو ده، ممكن تكون كواليتي وحشه عشان انا بسجل بكاميرا الموبايل، ما علينا يعني. وجبت كل حاجه. هو بس يعني كانت رحله طويله الصراحه، بس انا قلت ايه اقولها لكم تستفادوا يعني. بالنسبه لي تجمع من محل ولا تشتري فرداني، بالنسبه لي انا اللي عملته كان الاحسن، اللي هو انت تجيب قطعه، بس لازم تكون عندك خبره، تعرف تنقي القطعه مع القطعه ديت، تجيب دي مع دي، فاهم. تشوف الاسعار، ده هيديك براح جامد، انا هجيب من كذا حته بكذا سعر. بس المشكله ان انت مع نفسك بقى، لو لبست حاجه مالكش ليا. لو انت بقى جمعت من محل معاك ضمان، لو حصل حاجه هتروح للمحل. فده الفكره كلها يعني. وبس جبت الجهاز وشغال زي الفل وبلعب عليه ليج، فاهم وايه وبس. ان شاء الله هنرجع بقى القناه دي، هننزل عليها بانتظام، وهنفشخ الكونتنت عشان اليوتيوب قلب عقله وقرر ان هو يزود شروط الربح، وانا لسه فعلتش ربح. فشدوا حيلكم معايا يا جدعان والنبي يعني، شيرات بقى ولايكات وكل حاجه انت تتخيلها، وكومنتات، عايز الفيديو ده يتغير بالكومنتات. وبس بيس.